ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا جايب لكم فيديو محدش فيكم هيفهم منه اي حاجه لان انا بس اللي فاهمه. ايوه انا عايز افهمه وانا معاك انا. طيب سيبيني بقى اكمل للاخر علشان الفيديو المره دي ما فيهوش اي نسبه من الهزار ومش هضحك مره واحده طول الفيديو، مش هضحك ولا مره. اتحداك انك ما تضحكش. اول حاجه لازم نوصل الفيديو ده لاكبر عدد لايكات علشان القصه والرساله اللي انا عايز اوصلها في الفيديو ده توصل. والناس الجديده ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه، هتلاقوا كده في حمرا كده بتوتر في كده علامه حمراء تحت اهي مكتوب اشتراك في القناه. يلا نبدا. خطوات الخطوبه لازم اي اتنين يكونوا مرتبطين عاوزين يلجأوا لخطوات الخطوبه اللي هي اصلا الله اعلم هتبقى خطوه صح ولا خطوه غلط بالنسبه له. طبعا احنا بنسمع عن ناس بتتخطب بالاربع 5 سنين ويجوا يتجوزوا يقول لك اصل يا ابني الجواز اسمه ونصيب يا ابني، اصل مش عارف ايه. فده بالظبط كده، فده بيرجع ان اصلا الخطوات بتاعتهم كانت غلط. ايوه. طب انا قعدت مع نفسي وحضرت ورقي وقلت ضحكت. خسر التحدي باول حاجه. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did? بس انا فهمت كده خلاص. ايه بقى؟ قولي لي اللي انت أنا فهمتيه فهمت علشان بقى. ممكن انا اكون مش قادر اوصل. خلاص يا عم انا فهمت يا جدعان. بص مش كل حاجه الخطوبه يا جماعه، مش كل حاجه. اتكلمي مع الناس على ما اجيب القهوه. مش كل حاجه الخطوبه يا جماعه، ما تتخبوش والله يعني. انا ما قلتش كده. مش كل حاجه الخطوبه بقى. ممكن على فكره بيست فريند مكملين بقالهم 10 سنين وتيجي الخطوبه دي مثلا يحصل حاجه وتفرق بينهم بقى طول السنه. لا يا فندم. صح ولا ايه؟ اتفضلي يا فندم. بتحصل ولا بتحصلش؟ يبقى بيست فريند سنين وتيجي خلاص اول لما قرروا يخطبوا يسيبوا بعض، ما يعرفوش بعض تاني. مش ده اللي انا كنت عايز اقوله قوي. ما ناخدش الخطوه. مش ده اللي انا كنت عايز اقوله خالص اصلا. اللي انا عايز اقوله ان لازم يكون الاتنين دول يكونوا حاطين بينهم وبين بعض حاجات اساسيه اهم من الخطوبه، علشان لو هم يعني ربنا ما وفقهمش في الخطوه دي يلاقي اللي بينهم لسه مكمل ويلاقي اللي بينهم لسه عايش وما يكتفوش عند حد معين في علاقتهم. فاهمين ازاي؟ انا قلت كده. انت بتقولي ما ناخدش الخطوه اصلا. عشان الناس ما تخسرش بعض، ما انت ده اللي قلته. طيب لا هم ما يبقى انت كده ما بتفهميش يا عم. شكرا يا عم. انا ما بفهمش. تاني خطوه في خطوات الخطوبه لازم الاتنين يكونوا عارفين ظروف بعض كويس قوي، ماديا دراسيا اجتماعيا اهليا دي اللي هم عارفين اهل بعض ظروفهم ايه، علشان المشاكل اللي بتبدا تظهر بقى يقول لك اصل ايه، اصل يعني دي لازم تخلص دراستها يا ابني الاول. طب يقول لك لا انا لازم اخلص دراستي الاول بعد كده اخد الخطوه. طب انا والله ظروفي الماديه مش عارف ايه. فلازم يكونوا عارفين ظروف بعض كويس قوي. على فكره هو السكر زياده فتحطيه الصبح. انا بحط من فوق كده رشه بس طبعا ما حط. فلازم يكونوا عارفين ظروف بعض كويس قوي علشان ما تقابلهمش المشاكل اللي بتقابل اي اتنين مخطوبين.
ثالث خطوه بقى ممكن تقولها، اسيبها لي انا اقول والله حاجه. لو طيب لو شاطره انا هوافقك عليها، مش شاطره هخسرها. بصوا يا جماعه، اهم حاجه قبل لما تاخدوا خطوه الخطوبه دي اصلا تكونوا فاهمين دماغ بعض، الله سقف، برافو يا امور. تكونوا فعلا يعني حافظين بعض بمعنى الكلمه، عارفين ايه بيزعل، ايه بيضايق، ايه بيضحك، ايه بيعصب، ايه مش عارف ايه، يعني هو لو عصبي بقى تعرف تتعامل معاه اكنه بص طفل، عامل له طفل تقصدي عيل كده. والله لو هو عصبي جدا ده اهم إيه؟ حاجه تحطوا علامه خط كده يا جماعه. تقصدي الناس إيه؟ العصبيه والله العظيم عملوها كده باسلوب ايه كأنه طفل معاك. ده اهم حاجه يعني بجد والله. انا الواحد حقيقي العصبي امل قالت خطوه مهمه جدا جدا أيوة. جدا 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 جدا. طبعا ده اهم خطوه اصلا، برافو يا أمور. دي اهم خطوه يا ابني. الرابعه او الثالثه، مش عارف احنا قلنا الثالثه ولا لا. خمسة. المهم يعني الخطوه اللي عليها الدور، خطوه بقى بعد ما خدت القرار خلاص ورايح تخطب بقى، لازم تكون جد سيريس في دخولك في البيت. ما تدخلش ايوه طبعا تهرج، ده اهم خطوه بقى. ما تدخل- شوفوا حليم بقى يقول لكم ايه يا ما جماعه. تدخلش تهرج، تدخل مستهتر وتفتح في مواضيع. اسكتي بقى، تدخلي يعني ما تدخلوش يعني مستهترين بالموضوع ده، علشان ممكن زي ما اقول لكم يعني يرد بحاجه وحشه. يعني انتوا تكونوا داخلين نفسكم قوي في الموضوع، في الاخر ينقلب بحاجه اوحش. وبرضه عشان الاهل ياخدوا انطباع عنك ان انت جاد، فمفيش هزار في الكلام ده. الخطوه اللي بعد كده خطوه بقى انك خلاص قدمت، وخطوه ما بعد الخطوبه بقى دي هتبقى خاصه شويه بالولد والبنت مع بعض. يعملوا ايه او ايه الخطوات اللي المفروض تكون مطلوبه منهم؟ ايه بقى؟ ان هم يساعدوا بعض في حياتهم، يعني يكونوا حاطين خطه كده اللي هي يعني اقصى درجه ان هم امتى يتخطبوا. يعني يحددوا الخطوه بتاعتهم دي هيقدروا يتخطبوا ويساعدوا بعض ياخدوا الخطوه دي امتى اسرع وقت. لان كل ما فتره الخطوبه مدت، كل ما الموضوع بوخ، كل ما المشاكل زادت، كل ما الموضوع مبقاش فيه راحه اكتر. الحاجه الوحيده الايجابيه ان هم بيفهموا بعض اكتر. فكل ما موضوع الخطوبه طول، كل ما بقى في خنقه اكتر. يستحسن فتره الخطوبه ما تزيدش عن سنه مثلا، سنه يعني يحاولوا يكونوا نفسهم، يعيشوا حتى في ايه على فكره انا بتكلم في الناس. إيه؟ ما يابا تعملوا ايه كده. سنه ايه؟ سنه ايه اللي سنه؟ عايزه قد ايه؟ 5 مثلا. يعني وافقت ان هي تتخطب بس؟ لا يا جماعه استنى لسه هفكر. انا بقول للناس بس للناس بس ممكن. اثبتي على الكلام ده، ما ترجعيش فيه. يعني انا مش عايز اعقد الناس اكتر من كده في موضوع الخطوبه، ان انا ما خدتوش ومش خبره فيه، بس يعني ده تفكير انا فكرت فيه مع نفسي كده، قعدت اخد ودي مع نفسي في الكلام، علشان انا لو خدت الخطوه دي يعني اكون قدها. فاهمين ازاي؟ فاللي حابب اقوله لكم واوصله لكم، انا عايز اقرا بقرا لك الفنجان انا. قدامك سكه سفر اهي محطوطه اهي قدامك. وانت عشان عارفه ان انا جبت ورق. بصوا يا جماعه، انا عشان لا بس ده في الفيديو بتاعي ده، في الفيديو بتاعي، والفيديو بتاعي موجود دلوقتي يا جماعه في الديسكربشن. هتشوفوا الفيديو بتاع الورق ده فيديو مخصوص. ده انت ضيعت كل حاجه اصلا. بصوا يعني انا جالي حاجه كده وجالي خطوه، وبصراحه ماشي فيها ما ترددتش. بس من ناحيتي ليك والله زي ما انا والله. بس خلاص انت اصلا مش هينفع الموضوع ده. دول خلاص شهرين، بلا شهرين بلا اسبوعين، بلا ممكن أسبوع يبقوا بقى. 3 يا والله حسب. ما هو ممكن يبقوا سنه، ممكن يبقوا سنتين، ممكن تكون ما ترجعش خالص. بس اسكت بقى عشان ايه الفيديو عندي يا جماعه، خشوا اتفرجوا عليه واحنا بنتخانق. بس مفيش خناقه على فكره بعد الشر. قدامك مشكله كبيره بتقول لك ما تسافرش يا حليم وسيب امل. اهو مكتوب اهو. شوف اوبا قدامي هنا سكه جواز 4 نسوان، ال4 احلى من بعض. وبتقول لك بره عن امل، مش موجوده امل. لا في واحده مصريه قصيره، مش هي. وواحده مغربيه، مش هي، مش انا. وواحده ايه ده؟ دي اوروبيه، دي منين دي؟ سبحان الله. تعالى اشوف لك. جامده قوي. اهو. وواحده في الاخر فلبينيه، دي خدامه اكيد، بس هتجوزها برضه، مش شغاله اللي هو خدامه؟ عشان خدامه. بتاع نسوان يا اسطى. خدي بس ده قرايه فنجان مش اكتر. بتاع نسوان يا اسطى. المهم يعني 4 مش هتجوز غير 4، انت منهم.
بصي انت انا مش منهم، انا ما اتجوزتش على حد. انا عبيط انت ولا إيه؟ الاولى. ولا الاولى ولا الاخيره ولا حتى الثانيه. ايه انت بتقول ايه؟ انت صلي على النبي كده. ده ايه ده عبيط ده ولا ايه يا جدعان؟ مش الكلام دي ده فرصه ما يا بتتكررش. عم. روح، مش عايزاها الفرصه. انا فرصه مش عايز يا عم. روح يا عم نجوز لك الثلاثه دول يا عم. شوف لك حالك يا عم. خلاص يا عم نتخانق خلاص. اولع فنجان. بص اقول لك على كفايه حاجة. اتخانقنا في الفيديو بتاعي خلاص. انا ما بعرفش اصلا اتكلم في الفنجان. خلينا بقى نختم الفيديو علشان الناس الجميله دي. انا جوايا حماس ان شاء الله في الوقت المناسب معاكم كده مع بعض. احنا بناخد راي بعض ايه فيديو بفيديو. لو لقينا في الوقت المناسب ان احنا ناخد الخطوه دي باذنك يا رب هناخدها. انا مش متردد، انا قد اي خطوه. لان الموضوع محتاج يتاخر سيكه صغيره هنأخره سيكه صغيره. سكتين 3 سكات 4 5 ده عندك انت بقى. انا بصراحه سكات. مش عاوز اتاخر كتير عشان لو سافرت ما تحرقش. لو سافرت ده لو حصل لو مش هتسافر. هجسكي ما تسافر خلاص. اسمع الله. هسافر معاك. وانا طالع رحله. ايوه طالع اخطف نسوان وجاي. اخطف معاك نسوان اجيبهم لك انا. طيب استنوني ان شاء الله في فيديو جامد اجدد اجمد من ده. ومحضر لكم فجأة الفيديو اللي جاي. والناس الجديده اللي شافت الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في فيديو القناه واعملوا لايكس كتيره بقى لو عجبكم الفيديو عشان نكمل في الفيديوهات الجميله دي. بس كده. والله انت عسل. باي باي.